بسم الله الرحمن الرحيم. خوكم مروان البرنس من صفاقس. كل التحية والإكبار للرئيس قيس سعيد، الفنان الكوميدي المبدع الذي أضحكنا في الانتخابات الأخيرة، الانتخابات التي تدعو إلى السخرية، فضيحة بجميع المقاييس. الانتخابات هذه عبارة على عرس أو حفل نظم قيس سعيد، لكن العرس والحفل هذايا من غير حضور، من غير مدعوين، من غير عدول، من غير شهود. كمل الضوء قص، فشل ذريع. والمجلس المرتقب ومجلس النواب المرتقب اللي يحب يعملوا قيس سعيد هو عبارة على اسطبل أو كوري باللغة العامية، والكوري هذايا ناقصينه كان الدواب والمواشي لملء الفراغ، لا لشيء لتقوية سلطان قيس سعيد وهيمنته على مفاصل الدولة. قيس سعيد حطم الرقم القياسي في الفشل وفي الارتجال وفي الترهات وفي السقطات. مجموعة من التناقضات، مجموعة من المسرحيات والأفلام والأوهام لم تعد تروق للمواطن التونسي، وعنترية زايفة كشفت للعيان. في القمة العربية الأمريكية قال قيس سعيد اللي هو مش يبني ومش يصنع دولة جديدة، قال مش نصنع دولة جديدة. وانا ما لقيته صناعة كان ديكتاتورية، ما لقيته كان صناعة تفرقة بين توانسة، ما لقيته صناعة كان مجاعة. وزاد يقول في مجموعة التناقضات متاعه في القمة العربية الأمريكية اللي هو ما يحبش يدخل في سياسة المحاور والتحالفات. والأخير هذايا هو اللي استدعى زعيم جبهة البوليزاريو وأظهر انحيازه إلى الجزائر على حساب المغرب الشقيق. الشيء هذا هو اللي يعكر العلاقات الدبلوماسية بيننا وبين المغرب. واللي يظن اللي قيس سعيد مش اتعظ من الهفوات والفشل متاعه والسقطة الأخيرة هذه في الانتخابات فهو واهم. فقيس سعيد يسير إلى النهاية مثل قطار التي جي في، ما يقفش جيسك أبو. ولهذا نطلب من المجتمع المدني والتوانسة الكل، السواد الأعظم والعباد اللي قاعدة في القهاوي، الشباب اللي قاعد في القهاوي، وأحزاب المعارضة الكل، والاتحاد العام التونسي الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد الفلاحين، وعماد المحامين، ومؤسسات قضائية باش نقفوا يد واحدة ضد قيس سعيد لإيقافه عند حده. وإذا كان موقفناش قيس سعيد ضد عند حده مش ندخلوا في كارثة باش تاكل الأخضر واليابس. العباد الكل ما همش في منأى على الكارثة هذه، وطبيعة إلا هو خاطر هو في قصره في الحاشية متاعه أول طيارة يهرب بها لا على البال ولا بتونس لا بشيء. فيقوا على رواحكم. الانتخابات هذه والفشل الذريع هذايا والفضيحة هذايا كشفت قيس سعيد على حقيقته وعراته للمواطن التونسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.